بنقابل في حياتنا ناس كتير أذاهم أكبر من نفعهم، ناس وجودهم مش مجرد عبء لكنه اختبار حقيقي للصبر وتحمل الأذى. بنقابل ناس في حياتنا لا بتصون عشرة ولا بتحترم المعروف ولا العيش والملح، مستعدين يدوسوا على أي حاجة علشان مصلحتهم. وللأسف كل كارثة بتحصل تلاقيهم هم جزء منها. والمشكلة مش بس في إنهم مؤذيين، لا، المشكلة إنهم شايفين نفسهم على الحق، وإن اللي بيتجنبهم أو خايف يقرب منهم إن هم غلط ومش كويسين. الناس دي بقى بالذات اللي سيدنا النبي وصفهم بشر الناس. المشكلة إنهم شايفين نفسهم على حق، وإن اللي بيتجنبهم ضعيف أو خايف. هم مش فاهمين إن الناس بتبعد عنهم اتقاء لشرهم مش احتراما ليهم أبدا. ودول بقى اللي النبي وصفهم وقال عنهم شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني أسوأ البشر هو اللي الناس بتبعد عنه مش حبا ولا تقديرا، لكن هروبا من لسانه وسوء أخلاقه